السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا حديث في الشارع المصري ولا في الوطن العربي غير عن مباراة الأهلي ونادي الزمالك بكأس مصر في الأراضي السعودية. طبعا بالأمس شهدنا بعثة نادي الزمالك برئيسه الكابتن حسين لبيب إلى الأراضي السعودية، واستقبلهم السفير المصري بالأراضي السعودية، واستقبال كان أكتر من رائع. كرنفال جميل. بطولة هتكون غير جوائزها، الترتيبات بتاعتها شغل عالي بصراحة من المستشار تركي الشيخ. عامل أجواء رائعة وعامل جوائز فردية وعامل جوائز للي هيتوقع صح. فمباراة تليق بقطبي الكرة المصرية، لأن دول أكبر قطباء في الوطن العربي. فإن شاء الله تكون مباراة قوية، مباراة ممتعة. كل واحد يشجع ناديه باحترام. اللي بيحب الزمالك يشجع الزمالك باحترام، اللي بيحب الاهلي يشجع الاهلي باحترام. طبعا بعثة النادي الاهلي ان شاء الله هتكون غدا يوم الاربعاء، هتسافر للاراضي السعوديه ان شاء الله، برضه في استقبالهم السفير المصري برضه بنفس الاستقبال بتاع نادي الزمالك، استقبال جميل واستقبال اكتر من رائع. طبعا عايز بس اقول كلمه. طبعا في الانتقالات اللي حصلت والكرة بقت احتراف حاليا، امام عاشور كان في الزمالك وراح الاهلي. عبد الله السعيد برضو كان في الاهلي وبعدين كان راح بيراميدز وبعد كده راح الزمالك. فهنلاقي اجواء في الملعب وخارج الملعب. فعايزين بس التعصب، كل واحد يشجع ناديه باحترام غير التجاوز، لان التجاوز في حق بعض ولا نغلط في حق بعض. فان شاء الله مباراة تكون قوية، مباراة تليق بالقطبية الكرة المصرية. بصراحة اجواء اكتر من رائعة، يعني تركي الشيخ ما سابش حاجة بصراحة. وهي دي المباراة، يعني حتى الحكم حكم برازيلي، يعني حكم برازيلي. لا جماهير الاهلي تطلع حجة ولا جماهير الزمالك تطلع حجة. في الاول وفي الاخر ان شاء الله مباراة تكون قوية، مباراة تليق بقطبي الكرة المصرية. وطبعا شاهدنا في الايام الاخيرة كابتن الخطيب راح زار الكابتن حسين لبيب في نادي الزمالك، والعلاقات كويسة ما بين الطرفين والعلاقات كويسة ما بين القطبين. طبعا في الاول وفي الاخر دي كورة، حتى اللعيبة بتطلع يعني اصحاب واخوات مع بعض من قلب الملعب. ان شاء الله تكون مباراة قوية، وهستنى التعليقات بتاعتكم ونشوفوا صاحب مين التوقع اللي هيتوقع صح في التعليقات. المباراة ملهاش مقياس، مباراة 50-50. فإن شاء الله تكون مباراة قوية ونشاهد فيها أهداف جميلة وتكون مفتوحة وتكون في الأراضي السعودية، عشان بعد كده يعني السعوديين والإعلاميين بتوع السعوديين يعرفوا يعني إيه قطبي الكرة المصرية ما شاء الله. يعني حتى في التذاكر، لما التذاكر اتعرضت ما كملتش أكتر من 3-4 دقايق وكانت خلصانة. دي يدل ان القطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك هيفضل قطبي الكره المصريه لاخر الزمان. ليه؟ لانه فرقتين كبار، فرقتين من العيار التقيل. فان شاء الله يقدموا لنا مستوى اكتر من رائع، ونشوف مباراه قويه ان شاء الله، وانا معاكم باذن الله. هنطلع بعد الماتش ان شاء الله، وهعمل فيديوهات تانية قبل الماتش، وكل من هو جديد ان شاء الله هنعمله مع بعض، واشوفكم في فيديوهات جديده. سلام.